تطورات جديدة مهمة جدا حصلت في قضية الفنان صبحي خليل اللي ساكن في عمارة، وطبعا في خلاف ما بين صاحب الأرض والمقاول اللي ضحك على صاحب الأرض وباع كل الشقق، برغم ان هما المفروض كانوا ياخدوها مناصفة. والناس اللي اشتروا الشقق ما كانوش يعرفوا بالموضوع دوت. 30 أسرة دفعوا كل اللي معاهم في منطقة راقية جدا في الجيزة، ومعهمش ان يجيبوا اي حاجة في ظل الاسعار الجنونية للشقق دلوقتي، وهي ملكهم حقيقة يعني. ففي بعد ما تم عرض المشكلة دي والناس اللي باتوا في الشارع في عز البرد، ومنهم ناس صحتها صعبة جدا، ناس كبيرة محتاجة رعاية طبية ورعاية صحية كويسة جدا، وخصوصا الفنان صبحي خليل اللي بنته بتعاني من مرض السرطان، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض. طبعا بعد عرض الموضوع وتم تسليط الضوء عليه، ابتدى نور من الامل ضعيف كده، حتى لو بشكل مؤقت بيبان في الاضواء، وهو ان الناس رجعت تاني لشققها بشكل كامل. لا، بس في اطراف ظهرت من الموضوع ابتدوا يحلوا الموضوع حتى لو بشكل جزئي. ايه التفاصيل؟ تابعوني. كلنا عارفين ان هما بقالهم يومين في الشارع، وده بعد ما صاحب الارض اخد حكم قضائي بهدم العقار. ماليش دعوه ده ارضي. هو بصراحه معذور وهما معذورين، والورثه لان المقاول توفى، الورثه يقولوا احنا ملناش علاقه بالموضوع، هما برضو معذورين. فكل واحد هتبصوله من كل جهه هتقول هو معذور. بس صاحب الارض اخد حكم قضائي بعد حاجه و40 سنه ان العقار بيتم ازالته. طبعا صدمة لأصحاب الشقق التمليك اللي خدوها بمبلغ وقدره ودفعوا كل اللي معاهم في الشقق دي. طيب، الفنان صبحي خليل بيقول بعد ما تم قطع جميع وسائل الحياة، مية كهرباء غاز عنهم، طبعا كانوا قاعدين في الشوارع. ايه اللي حصل وايه اللي رجعهم تاني الشقق؟ مين الشخصيات اللي ظهرت في الموضوع واهتمت بالموضوع حتى لو بشكل مؤقت؟ الفنان صبحي خليل بيقول بعد ان هو طلع في وسائل الاعلام وارسل استغاثات لكل المسؤولين يحلوا الموضوع دوت، تفاجأ ان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية طلبت منه ان هو يوضح لها تفاصيل المشكلة كاملة، وقال لها عن المشكلة وان 30 أسرة متشردة في الشارع ومش عارفين يعملوا ايه، وده نتيجة خلاف ما بين صاحب الارض والمقاول اللي بنى البيت دوت، وكان المفروض يقسموا الشقق اللي طلعت 15 شقة هنا و15 شقة هنا، بس المقاول طمع وباع كل الشقق ليه. فطبعا وهما ملهمش ذنب في كل ده. فالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بعتت لجنة من حي العجوزة اللي هو تابع للعقار دوت، وقاموا بإعادة المرافق الأساسية، وطبعا فتح بقى الكهرباء والمية والغاز اللي كانوا مقفولين أصلا. وبالشكل دوت إن هي انتهت أزمتهم أكيد بشكل مؤقت، طبعا راية ما يوصلوا للحكم النهائي ان مفيش حد من الطرفين ليه أحقية في الشقق بتاعتهم دي، او بمعنى ادق مش الطرفين طبعا، صاحب الارض دي صاحب الارض يعني، هو قصده عدم احقية اللي بنوا العقار دوت فيه. هما مالهمش دعوة، انا اشتريت شقتي ودي ملكية بتاعتي. طب انا ذنبي ايه ان في خلاف ما بين طرفين تانيين؟ انا ذنبي ايه؟ فليه تشيلوا العقار؟ انا اشيل الشيل؟ انا اللي اشيل الطين يعني بتاعهم ولا ايه؟ فقررت ما يصدر حكم قضائي نهائي. وطبعا اللي مزود الموضوع طين وبلة وهباب ان الورثة كل واحد يقول انا عايز طبعا حقي في الارض، اللي عايز يقول انا عايز حقي في العقار. طب ما هما ياخدوا حقهم من مين؟ هما دلوقتي مستنيين الحكم النهائي اللي هينصفهم. بجد الموضوع مكعبل جدا. بس شكرا دكتورة منال عوض اللي على الأقل رحمت 30 أسرة كاملة من البهدلة في الشوارع ورجعتهم حتى لو بشكل مؤقت راية ما يصدر الحكم القضائي النهائي. اهو احسن من مرمطة الشارع في عز البرد دوت. واتمنى يكون الحكم منصف للجميع، وبجد اتمنى يكون الورثة بتوع المقاول ياخدوا او يدوا حق الناس، يا اما يدوا حق
الناس صحاب الشقق يا اما يدوا ورثة صاحب الارض حقه، سواء في الارض او في الشقق اللي اتباعت. موضوع مكعبل، كل واحد هيقول انا مالي انا مالي انا مالي، 3 انا مالي، كل واحدة اصعب من التانية. تابعوني هنشوف هنوصل لايه. فعلا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، والناس مش عارفة تشتري شقق والاسعار بقت نار. ليه؟ مش عارفين. ارحمنا يا رب.